اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليه، فإنه لا يعجزك شيئا في الأرض ولا في السماء. رب اشرح لي صدري وأرح قلبي وأزح من قلبي كل خوف يسكنني، وكل ضعف يكسرني، وكل أمر يبكيني، ولا تفجعني يا الله في مستقبلي، في راحتي، في نفسي، في أملي وحلمي، وفي كل أهلي. هاي ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين ودايما دايما زايدين مش ناقصين، ودايما سفرتنا زايده مش ناقصه. تعالوا بقى النهارده نعمل شويه حلويات كده، انما ايه تاكلوا صابعكم. اول حاجه بدأنا بالعسل. انا حطيت 4 كوبايات سكر، عليهم 2.5 ميه. مبحبوش تقيل قوي ولا خفيف قوي. واول ما غلي حطيت عليه عصرة ليمونة وسبته يغلى كده لحد ما بقى قدامكم كده فيه تلزيقة سيكة كده. معايا بقى الحشوة اللي هحشي بيها القطايف، معايا مكسرات مبشورة، ومعايا زبيب، ومعايا جوز الهند. حطيتهم في طبق كده وهحط عليهم شوية سكر. صلوا على النبي حبيب قلبي، متنسوش اشتركوا في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا دايما دايما بخير يا رب وفرحت بيه. متنسوش تفتكرونا بدعوه كده حلوه وعلى الفطار، ويدعونا دايما بصلاح الحال وربنا يفك كرب ربنا كلنا يا رب. بس معايا القطايف دي كانت بايته من امبارح، وبصراحه جوزي جابها لي وهو جاي من الشغل وانا مكنتش قادره اعملها، فعملتها تاني يوم. هي كانت حلوه يعني، ما فكتش بصراحه ولا حاجه، بس كانت يعني ما كانتش سابحه بصراحه عشان ما اكدبش عليكم. كانت بايته عندي من امبارح، بس هو كان جايبها لي سخنه. بصوا بقى، هو انا بجيبها اللي هي العصافير اللي هي اصغر من كده شويه، بس هو ما عرفش بصراحه فجاب لي دي، كانت جميله والله. بس انا بوريكم، بس كانت بتتقفل وجميله وما كانش فيها اي حاجه. اقول لكم تاني، اول حاجه عملنا الشربات، 4 كوبايات سكر، عليهم 2.5 كوباية ميه، وعصره ليمونه اول ما يغلوا. حطينا بقى، بصوا هو اللي ورا هو دوت. سيبكم الحله اللي انا شغاله عليها دي، بعمل الفطار. العسل اهو معانا خلاص، طفيت عليه وسيبته بقى يبرد. قمت حاشيه بقى قطايف، معايا مكسرات مبشوره او مدقوقه، يعني انا ضربه في الكبه، ومعايا جوز هند وزبيب وشويه سكر. حطيتهم بقى في طبق وقلبتهم كويس، وبعدين جبت القطايف بقى حشيتها. الفضل ان هي تكون طازه، مش زي بتاعتي. انا بتاعتي ما كانتش طازه بصراحه، كان جوزي جايبها لي بالليل وهو جاي من الشغل، بس بصراحه ما فكتش وكانت زي العسل والله. بس بقى ليها كده معاكم. بصي هو ما بتاخدش لون على فكره، ما بتاخدش وقت قصدي، بتاخد لون على طول. هبدا بقى انزلها في الشربات، هتاخد ثواني كده بس تشرب شويه شربات، بعدين اطلعها بقى على مصفى تصفي الشربات الزياده اللي فيها. اهم حاجه يبقى في حاجه فيهم سخن، يعني مينفعش الاتنين يبقوا سخنين عشان هتبقى طريه منك قوي، والاتنين لو باردين مش هتشرب الشربات. يعني تبقى القطايف سخنه والعسل بارد، او العكس. الكنافه انت قليها سوري، القطايف انت قليها من بدري ولسه عامله العسل. بس بقى حطيتها بقى كده في مصفى تصفي بقى براحتها. معايا بقى نص كنافه برضو جايبه من بالليل، حطيتها في الفريزر شويه. هبدا بقى اكسرها معاكم. بصوا الكنافه بصراحه الاحسن تبقى بايته، معرفش، انا بحس ان البايته دي بيبقى ليها طعم كده وليها رونق كده واحلى. هنعمل بقى القشطه كدابه. معايا عادي حوالي نص كيلو لبن، وعندي حطيت دي مش فاكره، بس انا دي بتاخد عندي نص كيلو، فيعتبر ده نص كيلو وده نص كيلو، لان هو كان جوزي جايب لي كيلو. انا عندي ملقتش معالق في الوقت ده، كانت المعالق كلها وسخه، كنت لسه مغسلتش مواعين. فمعلقه الاطفال دي صغيره اصلا، ما بتاخدش حاجه، حطيت منها 4 معالق صغيرين نشا، بس هي احتاجت مثلا معلقتين ميه. بصوا انا كل ده مش مولعه النار، على البارد كده بقلبهم كويس جدا. بعدين ولعت النار بقى، وهبدأ بقى اقلبها كده لحد ما تبقى مهلبيه معايا. بصوا في ناس مش بتحط لها سكر، وفي ناس بتحط لها سكر.
انا من الناس اللي بتحط لها رشه سكر. تقولي لي ايه بتحط لها رشه سكر؟ ما اعرفش، بحس ان لما بتحط لها رشه سكر بيبقى طعمها احلى. معرفش بقى انا متخلفه ولا دي ايه، بس انا بحط لها رشه سكر، رشه بسيطه، معلقه صغيره جدا. بس الكنافه بقى احط لها شويه سكر بودر كده صغيرين. بس الكنافه يعني سمنه، كل ما تغرقيها سمنه كل ما تبقى جميله. بس انا خدت شويه سمنه كده سيحتهم في الميكرويف، قلبتهم كده مع الكنافه، شربتها السمنه. يعني انا هعمل شويه هنا في الميكرويف، يعني هفضل احط واعمل واحط لحد ما كلها تتشرب سمنه. هي الكنافه كده كلها سمنه، تديها سمنه تديكي طعم، تديها سمنه تديكي حلاوه. انا ايه اللي كنت بعمل ايه؟ معلش ماشي بقى. بس بقى هدهن بقى صينيه كده بحته سمنه. في ناس مش بتحط سمنه وتحط كنافه على طول وبعدين تبقى تحط السمنه، بس انا لا، لازم تبقى كلها مدهونه سمنه. بس خدت النص حطيت فوق اكتر من ربع بشويه، يعني في قعر الصينيه حطيت اكتر من الربع بشويه، لان انا لسه هعمل لها حافه زي ما انتوا شايفين كده، يبقى شبه الطبق، ومن تحت الكنافه تبقى سميكه شويه عن فوق كده، بتبقى احلى ولما بتقلبيها بتبقى مستحمل بقى انت تقلبيها. بس مسكت بقى كده حطيت عليها رشه سمنه تاني. بص بقى المهلبيه دي كانت بردت عندي، نسيت اقول لكم ان انا حطيت فيها حته قشطه بعد ما طفيت النار، حطيت فيها حته قشطه وقعدت اقلب فيها شويه. انا سبتها تبرد شويه، فكانت صعبه ان انا افردها كده بالاسباتولا، فرحت حاطه على بقلق دقيقه بشويه ميه وبدات افردها. معلش يا جماعه حقكم عليا، مش عارفه مش مركزه ليه. وبدات افردها بقى كده. بصوا كانت طعمها كريمي كريمي وجميله بصراحه والله، يعني عملوها ومش هتندموا ابدا 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 على الطريقه دي. بقيت الكنافه بقى هبدا اسويها كده على الوش، احط الكنافه كده يدوبك اغطي المهلبيه بس او القشطه بس. بصراحه بتبقى تحفه تحفه تحفه. جربوها بالطريقه دي، جربوها استنوا عليها لما تبرد كمان شويه، متحطهاش وهي سخنه، لا وهي بارده على فكره بتقدري تحكمي في قوامها شويه، لان انتي وانتي سخنه مبتبقيش متوقعه هي اللي هيجرالها بعد ما تبرد. يعني ممكن تبرد منك وتنشف قوي، لا انما لما تبرد كده انتي مثلا شفتيها لقيتيها جمدت منك بقى، جمدت جامد، النشا كان كتير، تقدري تزودي لها شويه لبن تاني. لا لقيتيها لا صايصه شويه، تقدري تحطي لها معلقه نشا وتحطيها تاني على النار. بس بعدين بقى خلاص سويت الكنافه، بدات بقى احط لها السمنه. بس بدات احط بالمعلقه وامشي كده بقى بالفرشه، عشان ايه؟ كفايه سمنه بقى، كفايه خلاص، جنبنا طرشايت من كتر السمنه. ندخلها بقى الفرن. بصوا دي بقى بعد ما طلعت احط لها بقى ايه؟ العسل. العسل ده اللي انا عملته معاكم. بصوا قوامه جميل، تديها ما تقولش لا. طول ما بتشرب العسل اديها، طول ما بتشرب العسل اديها، وسيبيها بقى تبرد شويه وبعدين تقومي قلبها الناحيه التانية. بصراحه انا وجوزي وعيالي بنحب ناكلها سخنه، فانا قطعت حته منها قبل ما اقلبها لكم. سيبها ايه كده بقى، سيبها شويه وبعدين اقوم قلبها لكم على الناحيه التانية كده، تسحرك العسل في كل حته عشان كلها تشرب العسل. بصوا دي بقى بعد ما خلصت، بصوا انا قطعت حته بقى، بصوا واقطع حته تاني كده، هي لسه سخنه يعني، هي لسه دافيه مش سخنه، فاقطع منها تاني حته للعيال. لابوا العيال بسرعه لانها كانت جميله وكان طعمها حلو جدا. بصوا بقى شقلبتها متاخر بعد ما كلناها. بصوا عامله ازاي، يستاهل بقكم. متنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وكده نبقى خلصنا، وباي باي.